هي إن طبيعة الاختبار في الدنيا إنك ما ينفعش تشوف ربنا بعينك ولا تدركه بعقلك. المسموح لك بس إنك تشوف أثره، لأن لو شفته ما بقاش في اختبار، ولو عقلك قدر يستوعبه ما بقاش إله. عزيزي، الإيمان الحقيقي إنك وسط الخوف تبقى مطمن، ووسط الفوضى تبقى واثق إن في حد هو اللي بيدبر. الدنيا ممكن تبان خارجة عن السيطرة، بس الحقيقة ولا حاجة فيها خارجة عن تدبير ربنا. هو مش بيقولك شوفني، هو بيقولك شوف أثري. تشوفه في رزق جاي في وقته، في مصيبة كانت هتحصل وانصرفت، في ستر، في لطف، في ترتيب مش فاهمه بس بيحصل. احنا ما بنشوفش ربنا، بس بنشوفه في كل حاجة حوالينا. فبدل ما تسأل فين ربنا، اسأل انت شايف أثره وواثق فيه ولا لأ. صدقني، ما تخافش من اللي جاي. اللي جاي بتدبير ربنا برضه، مش خارج تدبيره. وربنا سبحانه وتعالى قال لطيف بعباده.